النهارده ازاي نعمل كارت شخصي بالتلات او اربع ادوات التلات ادوات اللي احنا خدناهم بس. هنفتح ملف جديد من قائمة فايل نيو او عن طريق كنترول ان، ونسمي مثلا النيم نخليه كارد مثلا. مقاس الكارت الشخصي ده في الطباعة هو 9 في 5 سنتي، 9 عرض في 5 ارتفاع. الريزوليوشن او الدقة دايما بتبقى 300، وانا قلت في اول محاضرة ان كل ما مساحة العمل بتاعتي قلت كل ما الريزوليوشن بتاعي زاد، ولما مساحة العمل بتزيد الريزوليوشن بتاعي بيقل، بينهم وبين بعض علاقة عكسية. وعلشان الطباعة هنستخدم الكالر مود CMYK، والباك جراوند نخليها وايت ابيض، ونقول له اوكي. هيفتح معانا الشكل ده كده. احنا طبعا عرفنا من المحاضرة اللي فاتت، من اول محاضرة كمان، ان الاف عشان نغير شكل السكرين مود، اف ونغير شكل السكرين مود بتاعنا. ودي مقاسات الكارت بتاعنا قدامنا. جالي العميل قال لي انا اسمي عصام السيد، عايزك تعمل لي كارت شخصي، انا مصمم جرافيك، عايزك تعمل لي كارت شخصي واي لوجو بسيط حطهولي، يعني مش عايز لوجو معقد، انا عايز لوجو بسيط. فانا خدت كل اللي انا اعرفه في الفوتوشوب دلوقتي، هما التلات ادوات اللي انا خدتهم. فاول حاجة عايز اعمل شكل للكارت بتاعي. ازاي اخلي الشكل؟ اعمل برواز مثلا للكارت من خلال التلات ادوات اللي انا خدتهم. فهاجي على الاداة بتاعة القص التانية اللي هي اللاسو تول، الاداة اللي في النص دي، واقف هنا كده مثلا، واضغط على الشيفت عشان يديني خط مستقيم، وهاجي مثلا في النص هنا هضغط برضو كليكة واطلع لفوق كده 45 درجة، وبعدين اكمل، اطلع 45 درجة واضغط وامشي كده لحد الاخر، واطلع فوق وانا دايس كل ده على الشيفت للاخر، مش للاخر، لحد هنا كده، واعمل هنا كده، واحدد بقى من بره. خلاص انا مش عايز حاجة تاني، انا حددت كده اللي انا عايزه، وامشي واقفل هنا كده التحديد بتاعي. طيب التحديد ده انا هملاه طبعا بلون عشان يبقى ده لون البرواز بتاع الكارت بتاعي. فقلنا طالما عامل تحديد يبقى لازم افتح لير جديد عشان اقدر بعد كده اتحكم في اللون او اتحكم في اللي انا عامله للتحديد. فاروح افتح لير جديد من كرييت نيو لير. انا بتعامل اهو كاننا ما خدناش لسه اختصارات، بس انت لازم تكتبي الاختصارات في ورقه وتبداي تحفظي وتبداي تشتغل. واروح جاي مثلا مختار لون، وليكن مثلا اللون ده مثلا، اي لون، وليكن اللون ده مثلا. طبعا عشان اختار اللون قلنا بنقف هنا على على الفور جراوند مثلا، وبنضغط ضغطة واحدة بيظهر لي الكالر بيكر، واختار مثلا اللون ده مثلا، اللون الغامق ده. وقلنا علشان نعبيه في عندي طريقتين دلوقتي احنا عرفناهم. اول طريقة واللي هو الاختصار المباشر على طول للون، اللي هو Alt وباك سبيس، Alt وباك سبيس. طيب كنترول زد ونرجع، او ممكن نعمل ايه بقى عشان نملاه؟ شيفت وباك سبيس، ونختار من هنا الفور جراوند ونقول له اوكي، يروح جاي ماليهولي برضو بنفس اللون. طيب انا هلغي التحديد، قلنا من قائمة سيلكت دي سيلكت، او ان انا اضغط على طول على الكنترول دي. طيب انا كده خلاص عملت اللون بتاعي او البرواز بتاع الكارت مثلا بتاعي.
طبعا هو مديني بياناته، الاسم عصام السيد، الوظيفة ديزاينر او مصمم جرافيك. فهجيب اداة الكتابة دي، طبعا لسه ما شرحناهاش، بس احنا بنجيبها، بنضغط على حرف التي، وبعدين بنيجي هنا بنضغط كده وهنكتب عصام مثلا السيد بالشكل ده، ونخلي نكبر مثلا الخط نخليه 9 او 10 من هنا. من هنا ممكن نكبر الخط، هو مديني هنا مقاسات جاهزة، خليه 10. واختار اللون من هنا، بقدر اغير اللون بتاعي، واختار مثلا لون فاتح شوية عن لون اللي انا عامله في الباك جراوند ده، وليكن مثلا اللون ده كده، واقول له اوكي، واعمل هنا علامة الصح. او لو انا قاعد على جهاز كمبيوتر عادي، في عندي 2 انتر في الكيبورد، في انتر في النص والانتر اللي هي مع الارقام، ممكن اضغط على الانتر دي خلاص يخلص لي التحديد اللي انا عامله على الكلمة، ويخلص لي من الكتابة كلها خلاص. او لو انا قاعد على اللابتوب وعندي انتر واحد، بضغط على الكنترول انتر، بيروح جاي خلاص التحديد بتاعي اللي انا عامله على الكتابة او التعديلات اللي انا خلصتها وعايز انهي على كده، بعمل الكنترول انتر وبيكون كده خلاص. هو قال لي الوظيفة ديزاينر مثلا، انزلها تحت هنا كده شوية وحددها بالكنترول A، ومثلا نخليها 8. دايما نخلي الوظيفة اصغر من الاسم، ونختار مثلا لون فاتح شوية من هنا كده، ونقول اوكي، ونيجي هنا نعمل الصح، بلاش بقى الانتر او كنترول انتر عشان احنا لسه مش شرحناش الكتابة. طيب هو قال لي عايزك تعمل لي مثلا اللوجو بسيط، فانا مخدتش غير الاداة دي مثلا، التلات ادوات دول، فانا ممكن اجي هنا اجيب مثلا اداة الدايرة دي، واضغط شيفت عشان ترسم لي دايرة، وارسم دايرة صغيرة كده، واختار مثلا وليكن اللون الاحمر زي ما قلنا. لما يظهر هنا علامة التعجب دي، يبقى ده مش اللون اللي هيظهر في الطباعة. اللون اللي هيظهر في الطباعة لما اضغط هنا يظهر لي هنا المكعب ده كده، اللي هو ده اللون اللي هيظهر معايا في الطباعة. دي حاجة نخلي بالنا منها لو احنا هنشتغل دعاية واعلان. انما لو ظهرت علامة التعجب وانا بعمل تصميم للشاشة مش هتفرق، اي تصميم هيتفتح على شاشة كمبيوتر او ديجيتال او مش هتفرق معايا اللون ده خالص، في علامة تعجب او مفيهوش. انما في الطباعة لازم عشان اتأكد ان ده اللون اللي هيظهر لي في الطباعة شكله عامل ازاي، وهقول له اوكي. وانا عملت سيلكت، لازم افتح لير جديد عشان املاه لون، ويبقى في لير لوحده اقدر اتحكم فيه، واعمل الت وباك سبيس عشان املاه بالفور جراوند، وكنترول دي عشان الغي التحديد، واضغط حرف الفي او اروح اجيب اداة الموف تول، واجي مثلا اعمل الت واخد نسخة من ده احطها هنا كده. ده طبعا لوجو، اي لوجو يعني، انا مش بصمم لوجو. ومثلا نسخة هنا كده، ونسخة هنا زيها كده، والت طول ما انا دايس على الالت، واخد نسخة تانية، وبعدين اظبط دي كده بحيث المقاسات تبقى واحدة، والت واسحب نسخة منها تاني، والت وبرضه اسحب نسخة منها تالت، وبعدين بقى ابدأ اظبط المساحات بينهم كده كده بالشكل ده كده، احس ان هما مظبوطين عندي شوية.
وممكن اجي اضغط هنا كده واغير بقى الالوان بتاعتهم بحيث ان انا اديله منظر يعني للوجو. مثلا هختار اللون الجراي الرصاصي، والت وشيفت وباك سبيس وكنترول، واقف على المكان اللير اللي انا عايز احدده واضغط كليك شمال يجي يقف لي عليه اهو. انا ليه عملت الت وشيفت وباك سبيس؟ علشان انا لو عملت الت وباك سبيس على طول هيملى لي الدوكيمنت كلها او ملف العمل كله. كنترول زد وارجع. انما الت وشيفت، شيفت بيخليه يحدد لي اللير اللي انا واقف عليه، هو ده بس اللي تعبيه باللون. الت وشيفت وباك سبيس، ونفس النظام بالكنترول واضغط هنا، والت وشيفت وباك سبيس، كنترول واقف على اللير ده واضغط عليه كليك شمال، والت وشيفت وباك سبيس. وهنا كده برضو نفس الكلام. اقف بقى من الاول هنا، من اول واحد اللي هو اخر واحد لحد اول واحد بالشيفت، اعلم عليهم كلهم كده واعمل كنترول اي. كنترول اي رحت جاي اعمل ايه؟ ضممهم كلهم على بعض. واعمل مثلا كنترول تي واصغر مثلا من الشيفت كده، اضغط على الشيفت عشان يصغر لي نسبة وتناسب، واصغر مثلا شكل اللوجو اخليه كده مثلا، او كنترول تي. لسه ما خدناهاش، او دي نخليها طالما ما خدناهاش نحط في دي سالب مثلا 100% ونشوف هيعمل ايه. لا، نرجع دي زي ما كانت، نحط في العرض هنا السالب 100%. بس هو ده اللي انا عايزه كده مثلا بالشكل ده، ان انا عكست بس المكان بتاعه، خليته مثلا بالشكل ده كده. كنترول تي مثلا عايز اخليه مايل شوية كده واعمل علامة صح، ويبقى مثلا بالشكل ده. ممكن اجي على الدايرة ممكن بقى نجيب الدايرة من هنا ونرسم بالشيفت دايرة كده ولتكن هنا كده، وعايز بس اخد جزء من الدايرة دي واعمل مثلا الت علشان اخد الجزء اللي انا عايزه بس من الدايرة، وتبقى مثلا نخلي الدايرة ناخد مثلا الجزء ده بس. نفتح له لاير جديد ونختار مثلا اللون برضو الجراي، والت وباك سبيس، لا كنترول زد، ناخد له مثلا لون جراي غامق شوية مثلا كده، ونعمل الت وباك سبيس وبعدين كنترول دي، وبعدين نضغط على الفي وناخده نحركه، او كنترول تي ونلفه كده الشكل بتاعنا ونحطه هنا كده مثلا بالشكل ده. ونعمل علامة الصح. ومثلا عايز اصغر مثلا البتاع ده شوية بالشيفت واسحبه لتحت كده شوية واظبطه بحيث ان هو يبقى ايه يعني شكله معقول. وبعدين اجيب بقى اداة الكتابة واكتب هنا كده ويب اللي هو مثلا الموقع بتاعه، وليكن جرافيك اكاديمي دوت كوم، وقلنا كنترول وانتر علشان الغي التحديد بتاع الكتاب. واجي هنا اكتب مثلا الايميل دوت ميل، ونكتب مثلا هوصلك ات جرافيك، وكفاية على كده. ونيجي نكتب مثلا الموبايل MOB
مثلا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ونكتب له ايه تاني؟ الادرس مثلا اي دي، مثلا ايجيبت، منصورة مثلا. طيب دلوقتي بقى هنحتاج اللي احنا خدناه من اول محاضرة خالص، هنضغط على الشيفت ونحدد كل الليارات دي اللي انا كاتب فيها الويب والايميل والموبايل والادرس، ونحددهم هنا كده، ونيجي بقى على الاختيارات، واحنا طبعا مختارين الاداة بتاعة الموف تول او اداة التحريك، وهنيجي مثلا نقول له سويهم لي كلهم من ناحية الشمال يبقوا على نفس المستوى زي ما احنا شفنا اهو، خليهم كلهم تحت بعض. طيب المسافات زي ما قلنا قبل كده، في هنا المحاذاة اللي هي الديستريبيوت فيرتيكال، نضغط عليها يخلي المسافات كلها قد بعض، وانا محدد عليهم مثلا ممكن اسحبهم اجيبهم هنا كده مثلا، وعايز مثلا الغي بقى ده كله واضغط هنا كده على اي لير وخلاص بيبعدني عنهم. وعايز مثلا اعمل خط هنا كده، طيب انا لسه ما خدتش اداة اللاين اللي معايا، ممكن اجيب الاداة دي، اداة السلكت الريكتانجل تول، وارسم بالريكتانجل تول مثلا خط هنا كده يكون رفيع شوية، طبعا هو كده عريض، هنصغره كمان يبقى مثلا بالشكل ده كده، وهنملاه مثلا بلون برضو جراي بس غامق شوية، ونقول ونفتح له لير جديد، والت وباك سبيس، وبعدين كنترول دي نلغي التحديد. طيب لو انا عندي الخط ده مثلا شايفه عريض شوية، بعدين بضغط كنترول تي واضمه شوية كده مثلا، واقول له اوكي مثلا، ويبقى معايا الشكل ده كده، واحركه يمين شوية او شمال شوية زي ما انا عايز. ده مثلا كان ان انا اشتغل مثلا او اعمل كارت بسيط جدا بالادوات اللي انا خدتها، ده عشان خاطر التطبيق. وانا قلت في الاول خالص لازم الكل يطبق، والنهاردة بعد المحاضرة هيتحط موضوع في الأكاديمية وموضوع في الجروب بالتطبيقات، ولازم الكل يطبق لي أداة يطبق لي كل الأدوات مع بعض، أي حاجة، بس لازم أشوف شغل الناس بس. وبعد كده مثلا أنا خلصت مثلا، بروح جاي أعمل فايل وسيف از، واختار مثلا المكان اللي أنا عايزه، بعمل وبختاره مثلا بي اس دي، أو لو هيروح للطباعة بختار حاجة اسمها تي اي اف، بس بشيل كلمة layers اللي هنا عشان يحتفظ لي بالجودة بتاعة الملف، بس بشيل كلمة layers علشان محدش يعدل لي عليه. انما انا مثلا هسيبه بي اس دي عشان عايز مثلا اعدل عليه بعدين، واقول سيف واوكي وخلاص، واقفل من هنا، مفيش اي مشكلة. عن الماجيك ووند تول المحاضرة اللي فاتت، هنتكلم النهاردة عن الكويك سيلكشن. تعالوا نفتح صورة مثلا من على الجهاز ولتكن دي، طبعا الكويك سيلكشن أداة تحديد، اسمها واضح يعني ان هي أداة تحديد سريعة. تعالوا نشوف بقى هي بتعمل ايه. هي زي طيب على العموم هي مش زي حاجة، ده أول مرة ناخد الأداة شبه البراش يعني. على العموم عشان نكبرها السايز بتاعها بنضغط على الدال عشان تكبر، وعلى الجيم علشان تصغر. ولما بضغط كده بالأداة دي ببص بلاقيها بتحدد معايا الكل اللي انا بضغط عليه. انا ضغط ضغطة واحدة على الماوس، ما شلتش ايدي.
وماشي اهو، بتجيب لي كل البكسلات او درجات الالوان اللي انا بعدي عليها. زي ما انا شايف كده مثلا اهو، تبدأ تجيب لي كل اللي انا عايزه. طيب انا جه معايا هنا زيادة، في هنا كده زيادة عندي، عايز الغيها. خلاص احنا اتعودنا قلنا الادوات السلكت اختصاراتها كلها شبه بعض تقريبا. بضغط على الالت بيديني، بدل ما كان بيديني جوه الزائد، بضغط على الالت بيديني الناقص، وابدا اضغط من بره كده وادخل لجوه التصميم لحد ما يظبط معايا. خلاص انا كده تمام. لو ضغطنا كليك شمال مثلا، في عندي استخدامات السلكت كلها، في مثلا الرفين ايدج اهي، ومثلا نظبط شوية الصورة بتاعتنا من هنا كده، ونقول له خرجها لي في نيو لاير، ونقول له اوكي. نلاقي الصورة بتاعتنا اهي في لاير لوحدها مقصوصة، عيوبها قليلة جدا يعني، بس برضو علشان نبقى كلنا فاهمين، ودي حاجة انا عايزكم تعرفوها، ان ادوات السلكت كلها في القص تعبان، ما تنفعناش في القص. ليه؟ لان كفاءتها مش عالية، كفاءتها ضعيفة جدا في القص. انما بعدين هناخد اداة اسمها البين تول، افضل اداة في الفوتوشوب في القص، رغم ان انا يعني بحبها مش مهم، بس هي افضل اداة في الفوتوشوب للقص. ولما نجيلها هنتعلمها كويس اوي، وهنجربها كتير جدا على فكرة، وهي اداة لذيذة جدا يعني. ده كان بالنسبة للكويك سيلكشن. نفس الوظائف بتاعة الماجيك ووند في هنا اهو السمبل اول لايرز اللي احنا قلنا عليها المرة اللي فاتت، نفس الخصائص، مفيش فيها خصائص زيادة. كل اللي فيها زيادة ان هي دايما لما بتضغط عليها، لو بصينا هنا كده على الاوبشن بار هنا فوق، هنلاقيها متفعل معاها دايما الزائد. يعني لو جينا اخترنا دي ومجرد ان احنا ضغطنا، بنلاقيه ينقل معايا على الزائد على طول هنا اهو. وطبعا الناقص عرفناها اللي هو بالالت، ونلغي التحديد بالكنترول دي. وعشان نمسح اللير بنقف عليه ونعمل ديليت. ده كانت اللي ناقصانا من المحاضرة اللي فاتت. دلوقتي بقى هنتكلم على الكروب تول، وهي الأداة الخامسة في الفوتوشوب. والكروب تول لما نيجي نضغط عليها كده كليك يمين، أولا هي اختصارها السي. لما نيجي نضغط عليها كليك يمين هنلاقي جواها 4 أشكال. لما نيجي نجرب أول شكل اللي هو الكروب تول العادية، بيبقى بالشكل ده كده. ولما باجي أضغط وقف في النص هنا كده واسحب الشكل اللي انا عاوزه، وابدأ اصغر اكبر من على الجناب كده، ممكن من فوق برضو من النص بالشكل ده كده. وانا مثلا عايز الشكل ده، عايز مثلا وشها بس كده مثلا، بروح جاي عامل دبل كليك، خلاص هو قصلي وشها. لما نيجي ناخد اداة الموف تول ونتحرك، طبعا مش هيتحرك علشان هنا دي باك جراوند، نفتحها واتحرك نلاقي مخدش ليها غير الوش بس اللي انا اخترته. طب الت كنترول وزد ونرجع للاصل، ونختار الكروب تي اللي هو اختصارها حرف السي. ونيجي نشوف الاوبشن بتاعتها، الاوبشن بار بتاعتها اللي هنا. اول واحدة اللي هي الان كونسترينت. الان كونسترينت ده يعني الحر، الفري ان احنا نشتغل فري، نقص كده نقص اي شكل احنا عايزينه مفيش مشكلة، وبنمشي فيها فري خالص. تاني امر اللي هو الاوريجينال ريتيو، ده نسبة وتناسب،
ده بيعمل لي حاجة اسمها نسبة وتناسب، يعني ما بيزودش معايا، لما باجي اطلع وانزل بيعمل لي نسبة وتناسب في القص. ودايما النسبة والتناسب بيبقى بين الطول والعرض زي ما احنا شايفين. لو جيت اعمله كده واكبره اكتر هيقلب لي الطول عرض والعرض طول. طيب بعد كده بقى في مقاسات مختلفة، في الواحد لواحد اللي هو الطول والعرض واحد لواحد اهو، بيمشي بنسبة وتناسب برضو، مهما كبرت او صغرت بيمشي بنسبة وتناسب. وبقيت بقى المقاسات دي كلها. في ان انا ممكن كمان اديله مقاس وريزوليوشن، اديله مقاس اللي انا عاوزه ودقة انا عايزها من حاجة اسمها السايز اند ريزوليوشن، باختصارها ار. واضغط كده عليها بيفتح لي الويندو اللي احنا شايفينها دي، بيقول لي الويدز مثلا هقول له عايزه 6 سنتي، والهاي عايزه مثلا 10، الريزوليوشن عايزه 300، واقول له اوكي. شفنا اهو قصي لوحدي، مهما بقى كبرت صغرت. خلاص انا مثلا عايز الكروب تول ده كده بالشكل ده، هعمل الصح اللي هنا كده، طبعا زوم لي عليها قوي، وهرجع كده وهجيب حاجة اسمها الايمج سايز، مقاس الصورة، عشان اشوف انا المقاس اللي انا اديته اللي هو 6 في 10 صح ولا غلط. فاروح على قائمة ايمج، في حاجة اسمها ايمج سايز اللي هو الت كنترول اي، ده الاختصار بتاعه ونحفظه، الت كنترول اي. نبص هنلاقي المقاس 6 في 10، فوق طبعا محولهولي بالبكسل انما هنا بالسنتي اهو، 6 في 10 والريزوليوشن 300. ده المقاسات اللي انا فعلا اخترتها. اقول له شكرا على كده، اعمل الت كنترول وزد، نكبر بقى الانسة دي شوية ونشوف ايه اللي بعد كده. في هنا اللي هو اللي عامل زي السهم، زي عقارب الساعة، اللي بيمشي زي عقارب الساعة ده كده، سهم باتجاه عقارب الساعة، ده بيلف لي الكروب بتاعي 90 درجة. يعني بنضغط عليه، انا لو خدت الكروب ده وضغطت عليه راح جاي يعكس لي الكروب اللي انا محدده. يعني الت كنترول وزد كده، نرجع ادي الكروب بتاعنا اهو، وليكن كده مثلا عشان يبان اكتر، ونضغط على السهم ده كده نلاقيه قلب لي. طيب قلب لي الطول عرض والعرض طول. تعالوا نكبره كده بالطول ونضغط اهو، بان معانا بيعكس لي العرض طول والطول عرض، يعني بيلف لي الكروب بتاعي 90 درجة. طيب انا عندي الصورة دي مثلا، هنضغط كنترول A وكنترول T عشان نقدر مثلا نميل الصورة كده. خلاص احنا نعتبر ان احنا ايه عملنا ان الصورة قدامنا بالميل ده، وكنترول تي كنترول دي علشان نلغي التحديد. هنعتبر ان الصورة جاية لنا كده، هي جاية مقلوبة، وعندي اداة الكروب تول دي مثلا، وانا خلاص اخترت ان انا هاخد الجزء ده كده مثلا، الجزء ده مثلا هاخده. عايز اعدل الصورة، عايز وانا باخد الجزء ده الصورة بتاعتي تتعدل، فهقول له خلاص الاداة اللي هي الشكل اللي هو اسمه straighten the image and drawing line، اللي هي شبه الشنطة دي كده، هنضغط عليها وبعدين هنقول له سويها لي من هنا لهنا مثلا، خليها تبقى معدولة. ده طبعا بيعمل لي خط مستقيم كده عشان اقول له اعدلها لي من هنا لهنا مثلا، واعمل صح. نبص نلاقي الصورة بتاعتي اتعدلت زي ما انا عايزها بالظبط، يعني الصورة اتعدلت زي ما انا عايزها. طيب
ممكن نقول له عدلها لي من هنا لهنا كده كده، ونقول له صح، نلاقي الصورة معانا اتعدلت بالشكل ده. طيب نرجع بقى الصورة لأصلها ونشوف ايه تاني عندي. في عندي الفيو اللي هو اشكال للكروب. في اللي هو رول اوف سيردز ده مثلا، ان احنا لو جينا عملنا الكروب ده كده ما بيأثرش، يعني ما بيأثرش وبيبين اللي جوه الجروب اللي ورا الكروب. لو جينا اخترنا الشكل اللي هو اسمه جريد، بيديني الشكل ده كده اللي هو المربعات ده. لو جينا الشكل اللي بعده نلاقي الشكل كده عبارة عن حرف اكس، وهكذا بقى الاشكال. في اوتو شو اوفرلي مثلا، يعني ما بيظهرش قوي لما بنيجي نضغط عليها. في always show overly بيظهر الشكل بتاعنا اللي هو حرف الاكس. في never show يعني ما تظهروش ابدا، overly اللي هو بيظهر طبعا بشكل مضيء شوية. انما احنا هنقول له مثلا always show خلاص، وهنختار الشكل بتاعنا اللي هو الجريد ده اللي هو المربعات. لو جينا هنا في شكل الاعدادات، ضغطنا عليها كده، في حاجة اسمها يوز كلاسيك مود. يعني ايه يوز كلاسيك مود؟ لو ضغطنا عليها وفعلناها، يعني ان انا بستخدم المود القديم بتاعي اللي هو اللي كانت نازله في السي اس 6، اسف، في السي اس 5 والسي اس 4 والسي اس 3. ان انا ممكن اصغرها من اي جنب انا عايزه كده، من هنا، من اي مكان، مفيش مشكله عندي خالص، ودبل كليك باخد الكروب. ده اللي هو الشكل اللي كان على قديمه اللي احنا كنا بنشتغل عليه على السي اس 6. في ايه تاني ممكن نقوله؟ في هنا الاوباسيتي 100% مثلا، لو خلينا 100% وجينا مثلا ناخد الكروب، مش هيظهر معانا حاجة ورا الكروب اللي احنا بناخده. يعني هو في عندنا بقية الصورة اهو، انما لما خلينا الاوباسيتي 100% بقى ما بيظهرش. ايه هنا بس ده اللي نقدر نتكلم عليه. في هنا الديليت كوبي كروبد بيكسل. يعني ايه؟ يعني انا لو ما فعلتش الاداة دي خلاص، او الاوبشن ده، وخدت الكروب ده كده وجبت اداة الموف وبدأت اتحرك، هلاقي الصورة كلها معايا زي ما احنا شفنا، الصورة كلها كانت معايا. علشان ابينها لكم اكتر، هنجيب الكروب وناخد جزء صغير مثلا من الصورة، وليكن الوش بالشكل ده كده بس، ونعمل كروب ونجيب الموف تول ونحرك كده الصورة اهو، الصورة كلها كاملة معايا. وده انا مش عايزه، انا عايز بس الجزء اللي انا خدته، مش عايز حاجة اكتر من كده. هقف على الكروب وهفعل اللي هو الديليت كروب بيكسل. يعني ايه؟ يعني انا هاخد البيكسل مثلا الكروب للعينين بس كده مثلا بالشكل ده، وهقول له اوكي. ولو جبت اداة الموف وفتحنا الباك جراوند كده وبدأنا نتحرك، مش هنلاقي حاجة غير العينين بتاعت البنت بس. ده كان بالنسبة للكروب، يعني مفيش فيها حاجة تانية ممكن نقولها. ولو ضغطنا كليك يمين، في هنا الريست كروب، يعني خلاص ان الكروب اللي انا واخده ارجعه تاني، ونفس اللي احنا قلناه وشرحناه في اللي هو موجود لما بنضغط كليك يمين بالكروب. دي كانت بالنسبة لأول حاجة في الكروب. طيب لو جينا نشوف تاني حاجة اسمها perspective crop tool.
الأداة دي فيها ميزة واحدة بس، ان انا مثلا تعالوا ناخد الكروب ده كده ونختار دي. اه طيب ثواني، هنفتح صورة يكون فيها مثلا بعد تالت او او اي حاجة عشان نعرف نشرح الجزء اللي انا عايز اقوله. مثلا نجيب الصورة دي كده، ولو بصينا على الباب بتاع الفرن لجوه، يعني عايزين نخليه نعرف نشتغل عليه في بعد تالت، في ان هو مش ظاهر قدامي على طول مباشرة عشان اقدر اشتغل عليه. فعايز اعمل ايه؟ عايز اظهره، فبختار البرسبكتيف دي بتعملي خط مستقيم. اسف. انا مثلا عندي الفرن اهو، هاخده كده، ودي لو مثلا عايز اكمل بقى بقية الفرن بقف بس مجرد وقوفي على الشكل ده او على المربع الصغير ده، وبشد هنا كده الاول الفرن كده، وبظبط دي هنا كده، وبشد دي برضو هنا للاخر معايا، وبظبط دي على اخر الفرن هنا كده، وبقول له ايه، انتر مثلا او كروب، خدها لي كروب. شفنا بقى الفرق. افتح له كولير جديد، فايل نيو، علشان نشوف الفرق بين دي وبين دي. نسحب دي هنا كده الكروب اللي احنا خدناه، ونجيب اصل الصورة بقى اللي هو ده، ونجيب الصورة دي، نشوف الفرق بقى بين هنا وبين الفرن في الصورة الأولانية والصورة التانية اهو. ده الفرق بين الاتنين. هنا الفرن او الباب بتاع الفرن لجوه، انما هنا طلعهولي اللي بره عشان اقدر اشتغل واعمل عليه اللي انا عايزه. دي كانت الميزة بتاعت البرسبكتيف دي، ملهاش ميزة تانية. ان انا لو عندي بعد تالت في الصورة مثلا او اي حاجة 3D مثلا مش عارف اجيبها او مش عارف اشتغل عليها او اقصها كويس، بقدر بالاداة دي ان انا اقصها. تالت اداة دي اللي هي السلايس تول. السلايس تول دي كانت في الفوتوشوب السي اس 5 و4 و3 كانت اداة لوحدها تماما، انما هو في السي اس 6 ضمها لي لادوات الكروب. والسلايس تول دي وظيفتها لمصممين الويب. واحنا ان شاء الله بعد ما نخلص دورة الفوتوشوب هنتعلم مع بعض برضو ان شاء الله مستمرة ان احنا ازاي نعمل حاجات دعاية واعلان وازاي نصمم مواقع. فدي وظيفتها للقص في تصميم المواقع.
علشان تخلي مساحة الصورة صغيرة. يعني مثلا لو جينا عملنا هنا كده، رسمنا مثلا الرسمة دي كده، وسحبنا من هنا كده ومن هنا كده، بتبدأ تقسم لي الصورة كده لأجزاء. يعني خلاص أنا عايز الجزء ده لوحده، والجزء ده لوحده، وده لوحده، بالشكل ده كده. ممكن أعمل ديليت سلايز من هنا، كليك يمين وديليت هنا كده، وامسحه. في من هنا فيكسد اكسبت ريتو زي ما قلنا بنسبة وتناسب، 1:1. العرض 1، أي حاجة فيها ريتيو تقريبا بتبقى نسبة وتناسب. يعني العرض 1 للطول 1. طيب اللي هنا الفيكسد سايز اللي بيقولك حط المقاس اللي انت عايزه. تعرفنا ازاي؟ بنضغط كليك يمين وبنختار من هنا السنتيمتر، ونحط مثلا 2 سنتي، وهنا برضو كليك يمين ونختار السنتيمتر في 2 سنتي، ونبدأ نرسم الشكل اللي احنا عايزينه اهو، اللي هو الجزء المربع الصغير ده اهو اللي فوق ده، ونرجعها للنورمال عادي. وبعدين هنبقى نشرحها دي بقى في حاجات تصميم المواقع وكده، والاتنين نفس النظام يعني. فان شاء الله لو ربنا اراد ان احنا نشرح مع بعض تصميم المواقع باذن الله، هنبقى نشرحها ان شاء الله. طيب هي عندي هنا لسه ظاهرة، ازاي نخفيها؟ من قائمة فيو، في شو، في حاجة هنا اسمها سلايس اهي معمول عليها علامة صح. مجرد ان انا اضغط عليها الاقي السلايس بتاعي اختفى. يعني لو انا رجعت عملت مثلا سلايس، ادي السلايس بتاعتنا اهو، وعايز اخفي السلايس ده، من قائمة فيو في هنا شو وسلايس، بضغط عليها بروح جاي شايلني على طول ايه السلايس. ده كان بالنسبة لأداة الكروب تول وكل اللي احنا عايزينه. قلنا خلاص فيو شو وسلايس. بعد كده في عندنا الاي دروبر تول. ايه هي وظيفة الاي دروبر تول؟ ان انا لما بضغط على اي لون بينزلهولي في الفور جراوند هنا. تعالوا نختار الاداة مثلا، وعايزين ناخد لون الشعر، وليكن اللون ده كده، نضغط عليه نلاقي جالنا هنا. لو بصينا على الشمال تحت في المربعين هنلاقي جالنا هنا في الفور جراوند على طول. طب عايز لون الوش مثلا، لون الشفايف، هنا اضغط الاقيه خدها لي فين؟ في الفور جراوند. لو نفتح البيكر علشان نشوف اكتر احنا واقفين فين، على اللون اللي هو بتاع الشفايف ده. طيب عايزين لون العينين اهو، خد لي لون العينين اللي هو واقف عليها دي. طيب بما اننا بقى فتحنا البيكر نتكلم عليه شوية. البيكر اللي هو صندوق الادوات او ويندو الالوان. في هنا انظمة، احنا طبعا عارفين النظامين المشهورين اللي هو الار جي بي اللي احنا بنشتغل عليه في الشاشات والديجيتال والكلام ده كله، ومصممين الويب والناس دي كلها. والسي ام واي كي ده اللي هو ده علشان الطباعة. وفي عندي الاتش اس بي، وفي عندي اللي هو اللاب. ليه هنا في نقطة؟ دي طريقة العرض اللي هي في المربع اللي فيه الالوان دي. طب لو خلينا دي مثلا اس، هنلاقي طريقة العرض دي بتختلف، او بي برضو بتختلف، او ار نفس النظام، او جي او بي او ال او اي او بي، كلها بتختلف. بس عشان نبقى على نور يعني 99.99% على مستوى العالم كله بيشتغل على الشكل اللي هو الاتش، الشكل اللي هو ده. في هنا only web colors، لو ضغطنا عليها بيديني هنا كده زي تدرجات للالوان، وبرضو محدش بيشتغل بيها واحنا مش هنشتغل بيها.
بس عشان اعرفها لكم. في هنا ده اسمه الهيكس. الهيكس ده او الكود، ده اللي بنستخدمه في تصميم المواقع، ان احنا بناخده كوبي وبنحطه في ال HTML، حاجة اسمها HTML في التكوين. تمام. بما اننا بقى بدأنا نتكلم عن الالوان وعن اداة الاي دروبر، في عندنا قائمة لازم نحطها في بالنا قوي، بتيجي من قائمة ويندو اللي هي color. من قائمة ويندو حاجة اسمها color، اللي هي القائمة دي اهي. زي ما قلنا في عندنا نظامين، RGB و CMYK. النظام الكالر ده بقى ان هو انا لو ضغطت هنا بيجي لي اللون برضو في الفور جراوند هنا في البانل دي، وفي الفور جراوند اللي عندي هنا في شريط الادوات، وبيديني هنا النسبة بتاعتها على ال RGB. لو جينا فتحنا هنا كده البيكر وقارنا النسب ببعض، هنا 216 في الار، هنا 216 في الار، 179 في الجي، 199 اللي هو الجرين الاخضر، 179 في الاخضر، 160 في البلو، 160 في البلو. في قائمة تانية برضو، في ممكن نخليها من هنا لما نضغط على الاوبشن ده كده بنغير النظام بتاعنا اللي ظاهر هنا من الار جي بي للسي ام واي كي اهو، وبيظهر لي برضو النسب مفيش مشكلة. ولو جينا نقارن النسب هنا بقى المرة دي في السي ام واي كي هنلاقي 15 هي ال15، وال30 هي ال30، و34 34، والصفر هو الصفر. نرجعها مثلا ار جي بي. في عندنا قائمة في بانل تاني اسمه سواتشز. السواتشز اهو بيظهر مع الكولر اللي هو ده، وممكن نكبره شوية كده عشان نقول حاجة عليه. ايه هو السواتشز ده؟ السواتشز ده اللي هو ان انا مثلا لو انا بستخدم اللون ده مثلا كتير، او مثلا اللون الاحمر، بلاش اللون من الالوان بتاعت الصورة، لو انا بستخدم اللون الاحمر مثلا كتير. واللي هنا دي الارقام دي نسب يا جماعة عشان نبقى عارفين دي ايه، الارقام نسب. وفي ناس بتشتغل بالنسب ده على طول وحافظاها، وفي ناس اكتر احترافيا وما بتشتغلش بالنسب. فانا اللي عايزك تعمله بس تقعد تخبط في الالوان كده وخلاص. سيبنا من النسب دلوقتي، بعدين هبدأ اقول نسب معينة لاشهر الالوان. فمثلا انا بشتغل باللون الاحمر ده مثلا كتير في شغلي مثلا، او اللون الازرق، بلاش الاحمر، بشتغل كتير في شغلي اللون الازرق. بصوا يا جماعة، احنا لما بنيجي هنا وتظهر العلامة دي واضغط عليها، دي حاجة اسمها درجة التشبع بتاعتي، درجة التشبع بتاعت اللون، ان اللون هنا متشبع. لما بطلعه فوق بيبقى حاجة اسمها ان هو فاقع. انما انا دايما في البرنت او الحاجات بتاعت الطباعة بتبقى عايزة الحاجة المتشبعة بس. فالمهم انا عندي اللون ده بستخدمه كتير في التصميم، وعايز احطه هنا في السواتشز. في حاجة اسمها هنا add to swatches، بضغط عليها وبروح جاي النيم هنا مثلا ممكن نسميه جي ار مثلا، جرافيك اكاديمي، او جي اي، واقول له اوكي، واقفل ده خلاص بقى انا مش عايزها. لو جينا بصينا هنا اهو اخر لون خالص اللي هو اسمه جي اي، اسمه ظهر اهو، اللي هو اللي انا لسه حافظه. او عندي طريقة تانية ان انا اضيف للسواتشز. ازاي؟ انا مثلا عايز، انا واقف على الاي دروبر، على الاي دروبر اهو، وعايز مثلا لون العين مثلا ده، بضغط هنا كده، شفنا بيدينا ايه شكل. لا سيبونا من دلوقتي، احنا لسه ما دخلناش على دي، لما نبقى نشرح دي الاول نبقى نتكلم عليها. فالمهم ده الاي دروبر ده وظيفته ان هو بيجيب لنا الالوان. في تاني حاجة اللي هي ال3D دي هنسيبها ان شاء الله لما نبقى نيجي ندخل على ال3D.
طيب نرجع دول بقى مكانهم ونبدأ نشرح تالت أداة اللي هي الكولر سيمبلر تول. علشان اشتغل بالأداة دي يلزمني حاجة معينة، يلزمني بانل معين ضروري لازم اشتغل عليه. البانل ده اسمه انفو من قائمة ويندو. قائمة ويندو دي فيها كل البانلات بتاعت كل البانلز بتاعت الفوتوشوب من قائمة ويندو، وبجيب البانل اللي هو اسمه الانفو اهو، اللي هو ده الانفو. تمام. الانفو دي وظيفتها ايه؟ ان انا مثلا عاجبني اللون ده، عايز اعرف نسبته ايه، فبضغط هنا كده بيحط لي ادي واحد اللي هو فين، اللي هو ده، اللي هو دي نسبته. الار اللي هو الريد 198، الجي اللي هي الجرين 163، البي اللي هي البلو 141. دي نسبته اللي بنحطها، راح جاي طالع لي على طول اللون اللي هو رقم واحد ده اللي انا ضغطت عليه. دي وظيفتها بس. طيب افرض انا عايز افرض انا عايز لونين تلاتة، مفيش مشكلة. الأداة دي بتسمح لك ان انت تجيب نسبة 4 ألوان. فلو عايز مثلا لون العين اهو، حط لي الشكل ادي اللون التاني ونسبته 97 97 63، وحط لي هنا رقم 2. طبعا هي مش باينة قوي، هحاول ازوم شوية عشان تبان اهو. ده 1 وده 2. عايز لون الشفايف مثلا ده، اضغط هنا ادي اللون التالت نسبته اهي، الار 225، الجي 185 وهكذا. عايز لون الشعر اهو، ده اللون الرابع. طيب تعالوا بقى نضغط كده اللون الخامس، هيقول لي ايه؟ couldn't create a new simpler. ليه؟ انت اللي بحد اللي مسموح لك بس 4، غير كده ملكش حاجة عنده. بس هو دي وظيفة السيمبلر تول كولر. في بعد كده اللي هو الرولر تول. الرولر تول الاول هنعمل كنترول ايه، كنترول تي، ونعمل دي كده او كده، ونجيب الاداة اللي اسمها الرولر تول. الرولر تول دي لو انا عندي صورة معوجة وعايز اعدلها، بقف هنا كده مثلا وبضغط شيفت، وده بيعمل لي خط مستقيم. خط مستقيم له بداية وله نهاية. بعدين ممكن اقول له هنا كده واقف وعامل شيفت وضاغط وعامل الخط المستقيم. عشان اعدل الصورة اعدلها ازاي؟ عندي في قائمة image، من قائمة image، اسف من قائمة image، بعدين image rotation، بعدين بنروح على arbitrary دي نضغط عليها، ويقول لك انجل الزاوية او كده، اقول له لا انا عايزك بس تعدلها لي، واقول له اوكي. طبعا انا لازم احط الزاوية عشان يعدل لي الصورة. مثلا ناخد من هنا لهنا كده، image rotation واربيتري مثلا، زي ما انا عايز بقى ايه اعدل شكل الصورة بتاعي. مهم دي بعدين هنبقى نشرحها كويس اوي يعني. انا مثلا ممكن اسحب هنا كده خط واروح على image rotation وبعدين arbitrary كده. مهم دي بعد كده لما نيجي ندخل على قائمة image انا هشرحها بالتفصيل، عشان مش عايز اشرح حاجات احنا لسه ما خدناش فيها حاجة.
بس انا حبيت اعرفها عشان هي تبع الادوات. وظيفتها كمان ان انا ممكن اعرف المساحة من هنا لهنا قد ايه اهو. لو جينا سحبنا هنا كده وجينا بصينا فوق، في هنا الويدز والهاي بتاعنا بتاع الصورة. طبعا هو كده جايب لي الارتفاع. ليه؟ عشان الخط اللي انا رسمه خط ارتفاع، خط طولي مش عرضي. لو جينا لغينا دي او سيبناها وعملنا هنا كده خط بالعرض، هيظهر لي العرض مش الطول. في هنا كلير فوق، عشان بعد كده يعني كلير دي اللي انا مثلا لو انا عامل الخط ومش عايزه خلاص بضغط عليها بيعمل لي بيمسح لي الخط اللي موجود. في اللي هو النوت تول، دي وظيفتها ان انا مثلا لو انا بشتغل كفريق عمل انا وفلان 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 مع بعض في فريق عمل، فالمهم انا النهارده عايز اسيب له مثلا حاجة او ملاحظة على التصميم ده. مثلا انا صممت خلاص وعملته، بضغط هنا في اي مكان انا عايزه، وليكن مثلا هنضغط هنا تفتح لي على طول القائمة بتاعت نوتس دي. بروح جاي مثلا بتقبل عربي وانجليزي، كاتب له التصميم هذا مثلا للعميل كود 20 مثلا، وبروح جاي قافلها على كده خلاص. هو لما هيجي هيضغط على دي هيروح جاي فاتح له على طول النوت دي اللي انا عاملها، هيقول له مثلا التصميم ده اللي عامل كذا، التصميم ده اللي عامل كذا. وممكن اضيف بقى عدد، اي عدد انا عايزه اهو، وفي اي مكان ما عنديش مشكلة، اضيفه في اي وقت وفي اي مكان، واكتب عليه الملاحظات. او ممكن اغير لون النوت من الكالر اللي فوق دي، من الاوبشن بار في هنا كالر اهو، وابدا اختاره مثلا عايزه لون مميز عن اللون بتاع الصورة، وبقول له اوكي مثلا باللون الاحمر اهو، يخليه لي باللون الاحمر. وبرضو لو انا عملت كده وعايز امسحهم كلهم خلاص مش عايزهم، بعمل حاجة هنا اسمها فوق في الاوبشن بار بتاعها كلير اول. بيقول لي انت متأكد ان انت عايز تمسحه؟ هقول له اوكي انا متأكد امسحه. دي كانت الاداة اللي قبل الاخيرة في الاي دروبر. تالت واحدة دي اللي هي اداة الترقيم. دي يعني ايه اداة الترقيم؟ بتسهل لي الشغل شوية. بمعنى ايه؟ ان انا لو انا شغال معايا مجموعة عمل، باجي مثلا انا عايز احط ملاحظات مثلا وليكن 10 ملاحظات او 5، هقول له ادي هنا كده 1 ادي 2 ادي هنا 3 وهنا 4 وهنا 5. وبعدين بروح جاي راجع على اداة النوت تول وحاططها له هنا مثلا كده، وكاتب له فيها رقم 1 دي مثلا مش مقصوصة، مثلا 2 الالوان متابعة، مثلا 3 كذا اي حاجة بقى، 4 اي كلام، 5 نفس النظام. وخلاص على كده بسيبه. هو دلوقتي عارف ادي الارقام. ممكن بقى ان انا هنا اغير الفونت بتاع الارقام، مثلا ممكن اخليه 50 اهو، ممكن اخليه 30 اي فونت انا عايزه، او يعني حجم انا عايزه. ممكن اغير من هنا اللون، ممكن اخلي اي لون انا عايزه وليكن مثلا كده، واقول له اوكي. وبين هنا برضو كلير بقدر امسحهم. ولو انا جبت الاداة بتاعت النوت وعملت كلير اوكي يمسحها لي. في بقى حاجة، او نخلي الحاجة دي